صباح الفل. انا جاي النهارده اكلمك عن جوزيه روبيرو المدير الفني للنادي الاهلي. اللي الراجل ده لعب لحد دلوقتي 6 ماتشات احنا شفناهم، في ماتشين سريين ما شفناهمش، ده موضوع ملناش دعوه بيه. 3 ماتشات رسميه في كاس العالم و3 ماتشات وديه، ماتش باتشوكا قبل كاس العالم والماتشين اللي اتلعبوا في تونس. طيب، مؤشر كويس جدا ان الراجل ده بيحب يلعب ماتشات وديه وبيتفرج على اللعيبه في ماتشات وديه، ودي حاجه كويسه جدا. لان انا شايف ان اللعيب المصري مش التمرين مش زي ما بيأدي في الماتش بشكل ما او باخر. فكويس ان انت تقيموا الماتشات، ودي حاجه كويسه وده مؤشر كويس. ريبيرو هو راجل مدرب اسباني بيتبع المدرسه الاسبانيه، ووافي جدا 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 للمدرسه بتاع وفكر جوارديولا والبيلد اب بلاي، وانك تبدا من تحت، وان الجون يكون فوتبولر وبيلعب برجليه، وانك تبدا اللعب من تحت، ما تلعبش بكور طويله، ما ترميش القصه دي كلها. هو وافي جدا جدا جدا، والاختبار الحقيقي انه يقدر يكمل على كده. تعالى بقى اشرح لك بقى ايه الخطه دي على البورد، الدنيا ماشيه ازاي. بص، هو ده منظر الخطه. هو الراجل دايما 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 بيلعب باربعه ورا، واحد بس ستة، واتنين 10 تحت المهاجمين بيعملوا الضغط الهجومي، ومهاجم وجناح ايسر. دي معظم الماتشات. اللعيب الاخراني غالبا بيبقى يلعب في نص الملعب، بيزود واحد في نص الملعب عشان يدي زياده عاديه في نص الملعب. طيب، في بعض الماتشات هو بقى مش محتاج ان هو يعمل كده، فبيعمل ايه؟ هو بيلعب الخطة 4-3-3 عادي جدا زي كده، لكن الباك الشمال بيدخل في القلب، بيبقى رابع معاهم في نص الملعب، والباك الساك الشمال بيخش مكانه باك شمال. عشان كده هو جاب ياسين مرعي، عشان كده موجود مصطفى العش. ممكن بيكهام يلعب انه يعمل ايه الحتة دي، يبقى مساك شمال ويدخل كباك شمال، تبقى 3-4-3. الخطة دي على فكرة مش اختراع ولا حاجة، ده جوارديولا عملها ديشيليون مرة، وارتيتا عملها، كل الناس الاسبانيين بشكل كبير جدا عملوها. فهي الراجل دايما وافي ان يبقى فيه أربعة في القلب، فلو بدأ بخطة هجومية أو بيلعب فريق خصم أقل منه يلعب 4-3-3 بيزودها ل 3-4-3. لو بيلعب خصم أكبر منه هيعمل زي ما عمل في كأس العالم ويلعب ب 4-4-2. يبقى الأربعة دايموند شيب كده في نص الملعب، وقدامهم اتنين مهاجمين. وده بيقول لك ان الراجل دايما عنده مرونة تكتيكية. في خطة نفذها في الشوط الثاني في ماتش بورتو، انه نزل عمر كمال لعب كباك وينج بانطلاقات هجوميه، خلى محمد هاني تالت في المدافعين عشان يساعد من وراه ويغطي عليه، بحيث يبقى في جبهه تريزيجيه وجبهه عمر كمال. دي عملها في الشوط الثاني في ماتش بورتو في موقف من المواقف، وده بيدل ان الراجل عنده مرونه تكتيكيه، مش خطه واحده اللي بيعملها. زي ما قلت لك، اهم حاجه عنده انه دايما بيملى الحته بتاع القلب دي مليانه عشان يستحوذ اكتر. في دايما التحضير والخروج بالكوره عن طريق اللعيبه. الباك الشمال بيدخل في القلب، بيزود زياده عدديه، وده بيساعد برضو في التحضير عشان كل الفرقه تطلع مع بعضيها. طيب، بالنسبه للفرق اللي بتلعب الاهلي في الدوري الممتاز، معظمها بتلعب، معظمها مش بقول كلها، لان في فرق بتلعب الاهلي بتهاجمه زي البنك الاهلي وزي سيراميكا وزي فرق كتير جدا. بيلعبوا دايما بسبعة تحت الكور، سواء بيلعب بأربعة قدامهم تلاتة، أو بيبقى في خامس ليبرو ويبقوا 8 أو 7 تحت الكور. فلازم يبقى في الإيه زيادة عددية، فدي هتبقى مناسبة للفرق اللي بتدافع قدامك. لكن المشكلة في الهجمات المرتدة. الهجمات المرتدة هتبقى مشكلة كبيرة جدا النادي الأهلي. لكن أنا أتوسم إن ياسين مرعي وبيكهام ومصطفى العش الصغيرين في السن يبقوا اسرع شويه من رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي كانوا عندهم مشكله السنه اللي فاتت، فكان بيخلوا كولر غصب عنه يلعب بخطط دفاعيه عشان مش واثق في المدافعين. تتوقع قصه حراسه المرمى. هو الراجل لو مش مضغوط هيلعب بمصطفى شوبير، ولكن فكره ان انت عندك حارس دولي واساسي وحارس اصغر منه وما عندوش نفس خبراته يخليه مش عارف يعمل ايه. يعني انا لو مكانه محتار اعمل ايه. المفروض ان انا شايف في حارس صغير كويس، طب افرض الحارس ده اخطأ، طب ما التاني تاريخه بيشفع له. عشان بس القصه تبقى واضحه. انا متشوق جدا اشوف ماتش الاهلي قدام يوم السبت ان شاء الله قدام مودرن سبورت، واشوف ماتش الزمالك قدام سيراميكا. عايز اعرف الزمالك هيبقى شكله عامل ازاي.